بالضبط كده يا كابتن أحمد، بس هل أنت بقى يا كابتن مقتنع إن أنت كل شوية بتقول رأي وعكسه؟ ده لو سألتني من 10 سنين ورجعت سألتني دلوقتي هتلاقي نفس الإجابة. حصل يا كابتن أحمد، والفيديوهات تشهد، والفيديو ده يشهد، والفيديوهات اللي قبل كده تشهد. يلا بينا. بصراحة مش عارف أبدأ الكلام إزاي ومنين، مش عارف بقى أرجع أجيب كلام كان بيتقال قبل كده وأرجع أجيب عكس الكلام ده بيتقال دلوقتي ولا أعمل إيه؟ لأن البوب الكبير الكابتن أحمد شوبير بسم الله ما شاء الله عليه اللهم لا حسد يعني دايما بيقول الحاجة وعكسها، دايما كلامه كله تناقضات على حسب المصلحة هتكون فين أو المصلحة عايزة إيه. يعني إيه؟ يعني كلنا فاكرين مثلا الحملة الشديدة الممنهجة اللي كان عاملها كابتن أحمد شوبير على ظاهرة الأولتراس وخصوصا على أولتراس أهلاوي، واتهامهم ليهم ان هم دايما بيبيعوا مخدرات في المدرجات والالفاظ والايحاءات الجنسيه اللي كان بيقولها على الهوا عليهم. وانا هنا قاصد الكلام اللي انا بقوله، وتقدروا ترجعوا للفيديوهات سواء اللي انا كنت بعملها او الفيديوهات بتاعته على اليوتيوب. وما اكتفاش بكده، لا ده اتهم كبهات الالتراس ساعه مذبحه بورسعيد بعدها في فيديو شهير ان هم سابوا الناس او سابوا اخواتهم واصحابهم وجريوا واتهمهم فيهم. ومش بس كده، ده اتهمهم قبل كده برضو ان هم متلونين، يعني نشوف مين بيتهم ايه بمين. لكن فجأة كابتن احمد شوبير قرر ان هو ينسى كل ده، وقرر دلوقتي ان هو يدافع عنه، وقرر ان هو يطالب الامن بدخولهم بقى بالاعلام ومش عارف. طب هقول لك على حاجه عشان ما اضيعش وقتكم في الكلام اللي انا ممكن اقوله. تعالوا نشوف كابتن احمد شوبير دلوقتي بيدافع عنه ازاي وبيقول ايه. حاجة تانية غريبة جدا، يقول لك المشجع ما يلبسش رقم 72. اذا كان الاهلي بيسخن برقم 72، يعني لعيبه النادي الاهلي بتسخن برقم 72، هو ده ما فيهوش شعار سياسي ولا في اي حاجه. حاجه تانية، وهي الناس انا اخش ازاي مشجع من غير علم؟ ازاي يعني؟ انا اخش معايا العلم، معايا الطبله الكبيره دي تبقى مسموحه طبله واحده ولا طبلتين، يبقى معروف مين اللي شايلها ومين اللي بيطبل عليها لو انت قلقان منه يعني ولا حاجه، ماشي اوكي. لكن ازاي انا اخش من غير علم؟ انا ازاي اخش انا من غير طبله؟ وماشي الترومبيته لو عندك فيها مشكله، بس ايه المشكله في الترومبيته يعني؟ ايه المشكله ان انا ابقى معايا ترومبيته يعني؟ ما اروح وازمر وكل حاجه واتبسط والجمهور يغني ورايا. يا جماعه الجمهور مش على هوا حد، الجمهور على هوا نفسه، الجمهور على هوا اللي بيحبه. بالظبط زي ما سمعت انت دلوقتي، الجمهور يا جماعة مش على هوا حد، ومفيش حد ينفع يمشي الجمهور. ويا جماعة ايه المشكلة لما الجمهور يدخل بالعلم والطبلة والترومبيطة؟ وايه المشكلة يعني في رقم 72؟ ده مش شعار سياسي اذا كان النادي الاهلي نفسه بيسخن برقم 72. طب هل ده رأيك دايما يا كابتن احمد شوبير؟ هل لديك اقوال اخرى؟ هل ده كلامك من كام سنة؟ هل لو أنا دورت ودعبست هلاقي عكس الكلام ده؟ أعتقد بعد الحمية الشديدة ودفاعك المستميت ومناشدتك للأمن ليهم إن هم يدخلوا بأدواتهم وإيه المشكلة في رقم 72، ما أعتقدش أبدا إن أنت كان ممكن يكون ليك رأي مخالف قبل كده. النهارده كمان اهو سخنوا عمرو جمال، ده سخن بال 72. كله برضه بصوا نفس الحدوته، نفس القصه، كل واحد انا معاكم، يعني انا معاكم قصه مال ده دلوقتي، وده انا مش هخبي بقى، يعني مش هجامل. صحيح. ما لازمتها ايه يعني؟ 72 ايه لازمتها دلوقتي؟ لازمتها يا ايه سيدي يعني؟ حطها في قلبك وبروح زور امهاتهم وابهاتهم واقول لهم البقاء لله. وكيف يسمح الكابتن زيزو والكابتن سيد عبد الحفيظ بده؟ في فانيله التسخين تبقى موجوده بقى. يا جماعه كفايه دلع، كفايه دلع، حرام عليكم، كفايه بقى مره بقى. ايه ده بقى؟ هو كده بقى يعني هيحبوا عمرو جمال وهيكرهوا مؤمن زكريا، هيسقفوا لعمرو جمال وهيشتموا عماد متعب، هيقولوا عمرو جمال ده اللي بيحبنا وعبد الله السعيد ده اللي كله بيكرهنا. بجاكيتات يا الله لابس تيشيرت بس. يا جماعه ده مش مقبول يا جماعه على الاطلاق، ده كلام مش مقبول. فين اداره النادي الاهلي هنا؟ انا بتكلم مجلس اداره، بتكلم كابتن زيزو، بتكلم سيد عبد الحفيظ. في مليون طريقه للتضامن مع الناس، في مليون طريقه، لكن اللعب على المشاعر. ودلوقتي في التوقيت ده يا عم عمرو يا جمال احنا فرحانين ان انت راجع الملعب. كفايه مزايدات، كفايه مبالغات، كفايه تكلف بقى. يا اخي روح زور اهاليهم، روح اكتب على صفحتك اللي انت عايزه. لكن هنا ايه لازمتها دلوقتي؟ ايه دورها دلوقتي؟
ايه المطلوب يعني؟ هل انت الان بتقدم رساله انك متضامن مع ما حدث؟ معناها كده. طبعا. معناها كده. هنهزر ولا ايه؟ ايوه كده، ايوه كده. هو ده الكابتن شوبير اللي انا اعرفه، هو ده. لازمتها ايه يعني 72؟ يا عم حطها في قلبك، يا عم روح زور ام شهيد، بلاش متاجره بقى. وازاي اداره النادي الاهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ يسمحوا بالكلام ده ان هو يحصل؟ الحقيقه حاولت ادور على تجويق مناسب يليق بالعظمه اللي بيقدمها دايما الكابتن احمد شوبير، ولكن مش لاقي. الراجل ده بيقدم عظمه يا جماعه كل ما بيظهر على الشاشه. من ضمن بقى العظمه اللي كان بيقدمها او لازال بيقدمها لغايه دلوقتي الكابتن احمد شوبير، ان هو دايما اي حد او اي فرقه مصريه بتلعب في بطوله قاريه بيرفض ان اي حد يشجع الخصم اللي هو من بره مصر ضد اي فريق مصري. وكلنا شفنا الفيديو بتاع الاوتيل بتاع الفرقه اللي نازل فيها فرقه دريمز اللي كانت بتلاعب نادي الزمالك وتعادلت معاه، والاستقبال الحافل اللي كانوا عاملينه ليهم لانهم فرحانين ان هم تعادلوا مع نادي الزمالك. فانا واحد من الناس قلت مستحيل الكابتن احمد شوبير هيعلق على الموضوع ده، هيعمل نفسه مش واخد باله زي ما عمل نفسه قبل كده مش واخد باله من ناس اهلاويه اتكلموا في نفس الموضوع او عملوا نفس الموقف، زي مثلا الناقد الرياضي على عزة المال افريقيا سان داونز على قناه صدى البلد اللي كان شغال فيها الكابتن احمد شوبير، وزي كابتن شريف عبد المنعم عمل نفس القصه في قناه النادي الاهلي، وزي برضه كابتن احمد بلال لما قال ان هو عمره ما هيشجع نادي الزمالك في افريقيا. وبالمناسبه انا معاهم في الراي ده وشايف ان هي الموضوع عادي ومالهاش علاقه بالوطنيه، خد لي بالك، ومالهاش علاقه باي حاجه. فقلت اكيد كابتن احمد شوبير هيعمل زي ما عمل مع الثلاثه دول، هيعمل نفسه مش واخد باله. ولكن بصراحه الكابتن احمد شوبير فاجئني بالهجوم اللاذع الشديد، وكان حاسم كده وقاسي على الفيديو او على الاوتيل اللي ظهر في الفيديو. تانية الحقيقة أساءتني كثيرا وألمتني كثيرا. يعني فريد رمز الغاني كان موجود بيلعب في مصر، بيلعب نادي الزمالك، وأنا مبدئي معروف، أنا أخويا على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب، أنا طبيعتي كده عشان حضراتكم تبقوا عارفين يعني. ففريد رمز تعادل مع الزمالك في القاهرة، لما تروح حضرتك تقوم جاي عامل ممر شرفي وتسقيف لا مش مقبول. هم داخلين نسلم عليهم، ازيكم، برافو عليكم، عملتوا ماتش كويس بس هنكسبكم هناك، وبضحكوا وبهزار زي ما بيعملوا معانا هناك وهكذا. يعني انا عندي مبدأ مش هغيره عشان حضراتكم تبقوا عارفين يعني، وانتوا عارفين انا لا بجامل هنا ولا بجامل هنا، وانا يعني في مواقف معينه كده متاخده بالنسبه لي. ايوه انا كشخص كرأي، وكان في ناس ضدي وفي ناس معايا، وكل شيء ده شيء جميل على فكره، شيء صحي جدا وايجابي جدا على فكره، يعني مفيش مشاكل فيه. فبس حضرتك يعني هو انت عاملها من باب يعني التشجيع ولا عاملها من باب الايه ولا لا؟ يعني ما انا ده امر اساءني جدا جدا وازعجني كمان، لانه احنا وصلنا لمرحله صعبه، بس ما تظهرش بالشكل الغريب العجيب ده. يعني ما انا مش فاهمها، وقد تكون عفويه بس برضه لازم تنبه حتى لا تتكرر، وما تجيبش اعذار، يعني ما تطلع لهمش اعذار، لانه ده ما ينفعش ان انت تعمل اعذار لحاجه زي كده. قال لك قد تكون عفويه وما ينفعش. حنين قوي الكابتن احمد شوبير. وثقافه محدوده جدا الحقيقه، ونوع من انواع التخلف الحقيقه، ان لعيب يطلع يقول هذا الكلام. اعتقد انه كلام غير مقبول يا اخي، حتى لو جواك ما تقولوش. وانا باكد ان هذا سلوك متخلف، وهذا سلوك غير واعي، وهذا سلوك غير مثقف. واقسم بالله العلي العظيم النهارده كلنا قاعدين عايزين الزمالك يكسب، ومعايا اهلاويه محترمين. ايه يا جدع ما انت كنت لسه حنين من شويه، هو انت ما بتتحولش بين عليا ده يا كابتن شوبير؟ في ايه؟ بس اقول لك على حاجه، انا هوجه لك نصيحه، ونصيحه كنت انت قلتها قبل كده في كلامك. يا كذوبا كن ذكورا. بالظبط كده يا كابتن احمد. بس هل انت بقى يا كابتن مقتنع ان انت كل شويه بتقول راي وعكسه؟ كده لو سالتني من 10 سنين ورجعت سالتني دلوقتي هتلاقي نفس الاجابه. حصل يا كابتن احمد، والفيديوهات تشهد، والفيديو ده يشهد، والفيديوهات اللي قبل كده تشهد. نيجي بقى لاصحابنا واخواتنا الاهلاويه اللي دايما عندهم مشكله لما بنقعد نقول ان شيكابالا بالنسبه لينا احنا اسطوره. دلوقتي بقى ماشيين في نغمه جديده بعد تعادل نادي الزمالك مع فرقه دريمز هنا في القاهره 0-0، لان بعض
من جمهور نادي الزمالك هاجم شيكابالا بعد الماتش. ليه؟ لان شيكابالا هو نجم الفرقه وهو القائد، فطبيعي القائد والنجم هو دايما اللي بيشيل اغلب واكتر الانتقادات. فهم دلوقتي ماشيين في نغمه ان ازاي تهاجموا الاسطوره بتاعتكم، قال يعني صعبان عليهم الكلام ده. ولكن يا صديقي وعزيزي الاهلاوي، انت ممكن تكون ناسي فسفوسه صغيره قد كده، ان الكابتن حسام غالي الكابيتانو الرمز والاسطوره اللي هو دلوقتي برضو في اداره النادي الغالي، سيادتك قبل كده برضو هاجمته وشتمته باكثر وافظع الالفاظ، وده بشهاده واحد من ضمن الاهلاويه اللي كانوا موجودين ساعتها في الحدث جوه النادي الغالي. فتعالوا كده نسترجع ونشغل الذاكره بتاعتنا ونشوف انتوا هاجمتوا وقلتوا ايه عن الكابيتانو والاسطوره وعضو مجلس الاداره الكابتن حسام غالي. راحوا ايه يا ابني كذا كذا كذا، والشتيمه في ايه؟ في كابتن حسام غالي، كابتن النادي كابتن الاهلي. حسام غالي بيبص لهم كده في عينيهم وبيقول لهم انتوا بتشتموني انا. فراحوا بيقولوا له بص بقى يا كابتن، بص من كل حته بقى ايه، ايوه احنا بنشتمك انت يا ابني كذا وكذا، وكل واحد بقى يطلع بشتيمه من كل حته. وراحوا بقى كلهم بالام يا غالي يا غالي، شتيمه شتيمه شتيمه. انت متخيل يا كابتن عايزين يمسكوا كابتن حسام غالي يضربوه يعتدوا عليه؟ انا واحد من الناس قسما بالله شفت المنظر قدامي اتجننت. ده رمز النادي، روح كابتن دول داخلين بيحدفوا خشب طوب وازايز ميه على كابتن النادي، حط نفسك مكانه. كل العدد ده بيشتم واحد في شخصه وعينه في عينه كده، قربوا له يعني. هو لما التقسيمه اتعملت وهو واقف قدامهم بيقول لي ما يشتمنيش وهو عينه في عيني. والله يا كابتن قال لي كده بالحرف، قال لي تعالى المدرج واشتمني يا عم، انت مش عاجبك ادائي تعالى اشتمني في المدرج وامشي، انما ما تجيش تقف في وشي وتشتمني باهلي. انت مش كاسر عيني، او انت مش يعني عايز يقول انت مش احسن مني في حاجه ان انت تقف تشتمني وانا اسكت ومره واثنين وثلاثه بتشتمني باهلي وانا افضل ساكت كده. الناس جايه على حسام غالي ايه يا معلم، انت ناسي الكلام ده ولا ايه؟ انا كمان واحد من الناس اللي بتنسى على فكره، بس حظك بقى ان انا فاكر الموضوع ده للاسف. يعني الفكره ان انت غايبه عنك حاجه صغيره قد كده يا صديقي ويا عزيزي، ان الكوره دايما كده، انت بتكسب فكل الناس بتتشال فوق الراس، لما بتخسر بيجي نجم الفرقه او القائد هو دايما اللي بيحاسب على المشاريع، وهو دايما اللي بيشيل الليله، وانت عملتها وانا عملتها. فما تجيش بقى ايه تقول لي اصل صعبان عليا وما ينفعش والرمز والاسطوره، ولا انت مش راضي وصعبان عليك شيكابالا وما كانش صعبان عليك كابتن حسام غالي وعادي ان انت تشتمه والدنيا صباح الفل قشطه يا معلم. عادي يا معلم، بتحصل وهتحصل وحصلت منك ومني. المهم انا كده خلصت صديقي. لو انت وصلت معايا لاخر الفيديو اعرف ان انا بحبك في الله، وهختم بالجمله اللي انا دايما بحب اختم بيها: الزمالك وطن، دمت لنا فخرا ودمنا لك اوفياء. سلام.